بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حفل تكريم الأمهات وتكريم الطفل اليتيم تحت رعاية جمعية الأمل بالربع. كل سنة وانتم طيبين. وأنا شايف قدام مني شباب مبشر يحقق الأخلاق الإسلام الحقيقية، والتي يمكن من خلالها تكون هذه البلد بلد طيب ورب غفور. وأقول لكم أيها الشباب إنكم كما قال الله عنكم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. ربنا يوفقكم ويصلح من شأنكم ويتقبل منكم إن شاء الله. اقول فعلا القريه دي من احسن القرى شفتها في مركز اسماعيل امديد. مش بجاملهم وعشان انا عشت فيهم ولمست فيهم فعلا حب الخير زي ما قال استاذ رمضان. الناس بتحب تشتغل لله. معانا طبعا الجند المجهول او الراجل اللي يعني بقول ان هو يعني انشط واحد في الربع، انشط شباب الربع. لو سمحت يا استاذ مصطفى بعد اذنك اقول حاجه واحده بس، ابناء الربع هيركبوا معنا. سيدنا نوح قال لابنه يا بني اركب معنا، كان المقصود بالنجاه. وانا بقول يدي هي ممدوده لاهل الربع، اركبوا معنا لننهض بقريه الربع ونحولها لمدينه الربع. اتفضل يا فندم. هو بصراحه يعني لما بدانا العمل في حفل تكريم الطفل اليتيم منذ سنوات، والواحد لما بيروح بالليل او تاني يوم بيحس بالثمره والابتسامه على وجه اليتيم وعلى وش اليتيم، والله العظيم بتبقى سعاده. بينتظر اليوم دوت اكنه يعني يوم دخوله الجنه بصراحه يعني. وسيدنا النبي اللي قال انا وكافل اليتيم كهاتين بالجنه. بقى ايه مع الجندي او بقاش جندي مجهول، الراجل اللي بصماته في كل مكان. طبعا كان المفروض هو اللي يكون مكاني دلوقتي وبيقدم، بس انا خطفت المايك منه. طبعا هو شكله كان غير كده خالص، كان شكل المصور بس اتغير، بيعمل نيو لوك جديد. استاذ عوض انت بصراحه من انشط الناس على الفيسبوك. الحمد لله يا كابتن خالد. طبعا بنقول كل سنه وانتم طيبين، ومتشكرين يا كابتن خالد على اللمسه الجميله ديت، وبنشكر المصور الاستاذ صاوي، وبنقول لكل طفل يتيم وكل مثاليه كل سنه وانتم طيبين. واحنا النهارده بنبقى كلنا سعداء، ولازم كل الناس تبقى كلنا ايد واحده من اجل اسعاد ورسمه بسمه امل على طفل. وكلنا يعني بصراحه بقالنا اكتر من 10 ايام بنعد لليوم دهوت، وربنا يوفقنا يا رب ويطلع يكلل مجهودنا بكل خير، ويكون يوم ينال اعجاب الناس اللي موجودين كلهم. استاذ احمد عزت، يعني بصراحه انا الراجل جاي اجازه ولكنه فاجئني ان هو صاحب نشاط عالي جدا جدا. تحياتي لك، بنشكرك يا استاذ احمد. كابتن خالد وتحيات الناس كلها. اول مره بصراحه احضر الحفله ديت بصراحه، يعني بصراحه مجهود جبار بصراحه، والحمد لله ان ربنا كرمني ان انا حضرت معاهم. ربنا يجعله بس في ميزان حسناتنا وكل لله ووجه الله بس مش اكتر يعني. جايين نبعت رسالة مهمة للبشر، وقفوا جنب اليتامى ساعدوهم يا بشر. جايين نبعت رسالة مهمة للبشر، وقفوا جنب اليتامى ساعدوهم يا بشر. ده رسول العالمين وصى وقال اليتيم، ده رسول العالمين وصى وقال اليتيم، ربك عليه رحيم ما تحنوا يا بشر. لو أكرمت في يوم يتيم، لو حضنته بإيديك، لو معاكم كريم ربك يرضى كده عليك. جنة مكتوبة لك لو تمسح يوم دموع، تبقى محسوبة لك لو مرت ايد شموع. الجنة مكتوبة لك لو تمسح يوم دموع، تبقى محسوبة لك لو مرت ايد شموع. لو أكرمت في يوم يتيم، لو حضنته بإيديك،